بتبدأ أحداث فيلم النهاردة مع شخص اسمه ميتش، وكان مع حبيبته كاترينا في البحر وكانوا مبسوطين جدا. بيطلع وقتها ميتش سلسلة فيها خاتم لكاترينا وبيعرض عليها الجواز وهو بيصورها بالتليفون، فبتفرح كاترينا بالخبر ده وبتوافق إنها ترتبط بيه للأبد. وبيفضل بقى ميتش يصور كل اللحظات السعيدة بينهم. بعدها بيخرج من المية علشان يجيب حاجة يشربوها سوا، وبتفضل وقتها كاترينا عند الشط مستنياه. لكن أثناء ما ميتش بيتكلم مع نادل البار فجأة بيهجم على الشط مجموعة من الإرهابيين المسلحين، وكانوا بقيادة الزعيم بتاعهم عدنان، وبيضربوا نار على السياح كلهم. بيفضلوا بقى يقتلوا فيهم واحد ورا التاني بدون أي رحمة وبدون أي سبب. وساعتها ميتش أول ما بيشوف المنظر بيجري بسرعة علشان ينقذ كاترينا لحسن تتصاب هي كمان. لكن ضرب النار وقتها بيكون شغال في كل مكان، وحتى ميتش بيتصاب بطلقة في رجله، لكن بيفضل يعافر علشان يوصل لكاترينا وهو بيشوف الناس عمالة تموت قدام عينيه. في نفس الوقت ده بتقف كاترينا على الشط وكانت خايفة جدا، وبتفضل تنادي على ميتش علشان تطمن عليه. لكن عدنان وقتها بيشوفها وبيضربها بالنار في قلبها، بتقع على الارض وبتموت في الحال. ساعتها بيشوفها ميتش وبيجري عليها بسرعة، وطبعا بيتصدم لما بيلاقيها ميتة. المهم بيفوق ميتش من النوم، وبنعرف انه كان بيحلم بالحادثة اللي حصلت معاه، اللي بنعرف انها حصلت من 18 شهر. بس رغم كل ده كان لسه ميتش حزين عليها جدا وما كانش قادر ينسى اي حاجة حصلت معاهم. بنعرف بقى انه بيتواصل مع مجموعة من الارهابيين علشان يحاول ينضم ليهم ويوافقوا عليه بينهم، وده لانه عاوز ينتقم من عدنان ويقتله زي ما قتل كاترينا قدام عينيه. المهم بيبدأ ميتش يتفرج على مجموعة فيديوهات الارهابيين بعتوها له علشان يعرف يعني الجهاد بتاعهم عبارة عن ايه والكلام ده كله. هما بقى بعد كده بيتفاجئوا انه ميتش ما عندوش اي مشكلة في اي حاجة من دي، ومستعد يجاهد معاهم ويضحي بنفسه علشان يقتل الاشخاص اللي هم عاوزينها. المهم بعدها بيروح ميتش على الصالة القتالية علشان يتدرب، لكن بسبب العنف والغضب اللي هو فيهم بيضرب زميله بشكل عنيف جدا لدرجة انه كان هيقتله. فعلشان كده المدرب بيتدخل وبيقول لميتش انه مش اول مرة يتصرف بالشكل ده، وبيقوم طرده من المكان خالص. بنعرف بقى ان في شخص مجهول بيراقب كل تحركات ميتش وبيمشي وراه لاي مكان بيروح عليه من غير ما ياخد باله. المهم بيروح ميتش على مكان مخصص علشان يتدرب على ضرب النار، لكن برضه هناك بيتصرف بعنف، وكل اللي في المكان وقتها كانوا خايفين عليه. اول بقى ما بيرجع على البيت بيفضل برضه يتدرب بقوة وعنف جدا علشان عاوز يطلع الطاقة اللي عنده بأي شكل. لكن جيرانه بيتضايقوا جدا من الصوت العالي وبيروحوا يخبطوا عليه وبيطلبوا منه يراعي ان الوقت متأخر. وقتها بنعرف ان وكالة الاستخبارات بيراقبوا ميتش حتى في بيته علشان يعرفوا هو بيخطط لإيه، وده طبعا لانهم قدروا يعرفوا انه بيتواصل مع الجماعات. المهم بعدها بيتكلم ميتش مرة تانية مع الإرهابيين وبيتفق معاهم انه يروح لحد عندهم علشان يبقى واحد منهم. فبيسألوه وقتها أسئلة دينية كده، لكن ساعتها ميتش بيجاوب عليها كلها صح، فبيوافقوا عليه على طول. وساعتها بتسمع الرائدة إيرين الاتفاق وبتبلغ باللي حصل على طول. تاني يوم بيروح ميتش على المكان اللي بيحددوه وبيفضل ماشي وراهم لحد ما بيوصلوا المكان أمان، وهناك بيطلع شخص منهم وبيطلب من ميتش يقلع النضارة وبياخد منه الشنطة، وبعد كده بيغموا عينيه وبيكتفوه. بعد شوية كده لما بيوصلوا بيفتح ميتش عينه، وهنا بيلاقي عدنان قدامه، لكن بيعمل نفسه مش عارفه وبيجاوب برضه على كل الأسئلة اللي هو بيقولها علشان يوصل لعدنان انه فعلا حابب يبقى واحد منهم. لكن برضه احنا عارفين ان ميتش بيبقى عامل حسابه انه هيخلص عليه، وكان وقتها مجهز في ايده سلاح صغير كده علشان يقطع بيه الحبل ويخلص على عدنان. لكن في نفس الوقت بتهجم القوات عليهم وبيبداوا يقتلوا فيهم واحد ورا التاني، وساعتها عدنان بنفسه بيموت وبيموت عدد كبير جدا من رجالته. وقتها بيتصدم ميتش لما بيشوف المنظر وبيمسك السلاح اللي معاه وبيفضل يطعن عدنان بيه لانه ما كانش عاوز حد يموته غيره. فساعتها بتدخل إيرين وبتمنعه عنه، وبعد كده بيتم القبض عليه لانهم بيعتبروه واحد منهم. بيمر كام يوم على اللي حصل ده، وفي الوقت ده بيدخل الطبيب النفسي علشان يتكلم مع ميتش لان نفسيته تعبانه جدا من وقت ما كاترينا ماتت. إيرين بقى وقتها كانت سامعه كل الكلام اللي بيتقال، وكانت شايفه ساعتها ان ميتش هيبقى عميل سري مناسب جدا يشتغل معاهم، وده لانهم اتاكدوا انه هو مش ارهابي وكان عامل كل ده علشان يخلص على عدنان. المهم بعدها بتدخل علشان تتكلم معاه شويه وبتعرفه انه كل القوات ضده بسبب اللي عمله، لكن هي شايفه انه يستحق فرصه تانية بدل ما يتسجن، وبتعرفه انها هتقف معاه لو فكر يساعدهم ويوقع اي شخص هم عاوزينه زي ما عمل مع عدنان كده.
فبيعرفها ميتش انه فكر في الموضوع ده من وقت الحادثة لكنه اكتشف انه قرار مش صحيح. فبتعرفه ايرين ان هو ما عندوش اختيارات تاني وانه علشان يخرج من السجن ما قداموش حل غير كده. في نفس الوقت ده بيعرف مدير ايرين واللي اسمه بيكون توم انه تم سرقة مادة خطيرة من منشأة نووية روسية، ولو اللي سرقه ده قدر يوصل لمفاعل نووي وعالم فيزيائي هيدمروا بيه اي مكان هيتفجر فيه. عامة بعدها بتطلع ايرين من عند ميتش وبتتكلم مع توم وبتعرفه ان ميتش النتائج بتاعته عظيمة جدا، ده غير المراقبة اللي كانوا بيعملوها له بقالهم 6 شهور. لكن توم بيبقى مش مقتنع اساسا بكل ده، وده لان ميتش عنيف جدا وبيتعامل مع اي حاجة بدون عقل. فبتعرفوا ايرين ان ميتش هو اللي دلهم على مكان عدنان وهو الشخص اللي هم محتاجينه. بنعرف بقى وقتها ان ايرين وتوم عاوزين ينقلوا ميتش على وحدة سرية خاصة بيهم اسمها اورين، واللي بيكون مسؤول عنها وعن تدريب الناس اللي فيها شخص اسمه ستان، واللي بنعرف انه كان جندي سابق في البحرية. لكن وقتها توم بيبقى قلقان جدا، وده لان محدش يعرف حاجة عن الوحدة دي، ولو ميتش عمل اي مشكلة هيعرض حياتهم كلهم للخطر. لكن بتطمنه ايرين ان كل حاجة هتبقى كويسة، وده لانها مقتنعة جدا بميتش. المهم بعدها بتاخده معاها علشان توديه لستان، بس كانت طبعا مغمية عينيه علشان ما يعرفش المكان فين. واول ما بيقربوا على الوصول بتخليه يفتح وبتبدأ تقول له شوية معلومات كده عن ستان. بنروح بقى لستان اللي بيشوف الملف الخاص بميتش والفيديوهات اللي بيتكلم فيها، لكن هو كمان وقتها بيبان عليه انه مش مقتنع، لكنه في النهاية مش هيقدر يقول حاجة. اول بقى ما بيوصلوا بيتكلم ستان معاه بطريقة مش حلوة لانه مش حابب يضمه للفريق بتاعه، لكن ايرين بتبقى مصممة وبتمشي من المكان وبتسيب ميتش عنده. ساعتها بيقول ستان لميتش ان ايرين مش هتيجي تاني وهو لازم يسمع الكلام وينفذه بدون نقاشات. فبيوافق ميتش على كلامه وبيحاول يوصل لستان انهم هيتفقوا مع بعض. بيجي بقى وقت التدريب على طول وبيبدأ ستان يفهم الفريق كله ازاي يتصرفوا مع بعض، وبعد كده بيدخل في مواجهة ضد ميتش بيعلمه من خلالها طريقة يقدر يقتل بيها اللي قدامه من غير ما يقطع رقبته. بعدها بيدخل واحد من الفريق اسمه فيكتور قدام ميتش علشان يتواجهه، لكن وقتها ميتش بيفضل يضرب فيه لحد ما بيخليه يستسلم. المهم بعد كده ستان بيديهم كل التعليمات اللي ممكن يحتاجوها فيما بعد، وبيقول لهم ان اي واحد منهم يتاخد رهينة الاحسن انه يموت نفسه بدل العذاب اللي هيشوفه. المهم بعدها بيكون في اجتماع بين توم وايرين مع اللواء روست اللي هو رئيس اركان الجيش الايراني، وكان معاهم ازاد ضابط في الاستخبارات الايرانيه علشان يتكلموا بخصوص الماده اللي اتسرقت. بيحذروهم وقتها من شراء اي اسلحه نوويه من السوق السوداء لانه ممكن ينتج عنها امور سيئه. فبيعرفوا روست ان هم مش هيعملوا ده، لكن ساعتها بيشك روست فيهم ان هم اللي سرقوا الماده دي علشان يعملوا سلاح نووي يضربوا بيه اعدائهم. لكن بيقول لهم توم انه جه علشان يبلغهم باللي وصلوا له، بس في النهايه لما بيلاقي الوضع اتوتر بينهم قرر انه يمشي، بس كان باين عليه انه شاكك فيهم وفي كل التصرفات بتاعتهم. المهم بالليل ستان بيروح يقاوم الفريق كله من النوم علشان يتدربوا تدريبات جديده، وهم انهم بيشوفوا مجموعه صور لناس وبيقول لهم ان هم دول اعدائهم، وبيبقى مطالب من الفريق انهم يضربوا الاعداء دول، بس اي غلطه منهم هيلاقوا نفسهم بيتكهربوا. فبيبداوا كلهم على طول اللعبه، وكان ميتش من البدايه ماشي فيها كويس، لكن مع اول غلطه بيتكهرب على طول، بس بيفضل مكمل وما كانش فارق معاه. وفي نفس الوقت كان بيحاول ستان يشتت تركيزه، وده من خلال انه يظهر قدامه شكل عدنان كل شويه علشان يشوف ردة فعله. لكن ساعتها ميتش بيكمل رغم الكهرباء اللي عمال يتكهربها كل شويه، وبيفضل يضرب نار وما كانش فارق معاه حاجه لحد ما في النهايه بيقع على الارض. على العموم تاني يوم بيروح الاشخاص اللي سرقوا الماده من المنشأة الروسيه علشان يبيعوها لشخص اسمه جوست، وكانوا مستخبين جوه عربيه علشان محدش يحس بيهم لان اللي بيعملوه خطير جدا. بيتاكد وقتها جوست ان الماده سليمه وبيقول لهم انه خلاص هيشتريها. في نفس الوقت ده بيخبط 2 من افراد الشرطه على العربيه وبيطلبوا من جوست انه يتحرك بالعربيه لان في مرور، لكن بيحس الشرطي وقتها بحاجه غريبه جوه العربيه وبيسال جوست عن اللي بيحصل. فبيوافق وقتها جوست ان افراد الشرطه يدخلوا يفتشوا، بس اول ما بيدخلوا بيطلع السلاح وبيقتلهم. ومش بس هم لوحدهم، ده كمان بيقتل الاشخاص اللي باعوا له الماده، لكن كل اللي بره العربيه بيكونوا سمعوا صوت ضرب النار. فبيحاول وقتها مجموعه تانية من افراد الشرطه انهم يضربوا نار عليه، بس هو بيبقى اسرع منهم وبيقتلهم هم كمان، وبعد كده بيتدرى بين الجثث علشان يهرب من غير ما حد يحس بيه. المهم بعدها بيتم الاعلان في التلفزيون عن الحادثه اللي حصلت، وبيقولوا كمان ان مكان الحادثه كان فيه اثر للماده المسروقه. ده كمان بينشروا صوره جوست على التلفزيون لانهم اتاكدوا ان هو الفاعل. فوقتها بيشوف ستان صوره جوست وبيتفاجئ جدا وبيبان انه يعرف هو مين. على
العموم بعدها ميتش وفيكتور كانوا في تدريب جديد وستان كان بيراقبهم من بعيد، لكن وقتها بيحس ميتش ان فيكتور في خطر في التدريب، فبيضرب نار كده على ناس معينه موجوده معاهم. لكن وقتها بيتفاجئ ستان ان ميتش قدر يكشف حاجه زي دي لانه كان الفخ الخاص بالتدريب. وقتها بيتعصب فيكتور على ميتش بسبب انه ما نبهوش قبلها، لكن ميتش بيحاول يفهمه انه انقذه. بس وقتها ستان بيدخل في الموضوع وبيعرف فيكتور ازاي يقدر يتصرف في وضع زي ده. بعد كده بتتكلم ايرين مع ستان وبتعرف بان الكميه اللي اتسرقت من الماده جاهزه لتصنيع سلاح نووي، فبيطلع ستان صوره جوست وبيوريها لايرين لان هي كمان عارفاه. ساعتها بتتصدم لما بتشوف شكله، وده لانهم كانوا فاكرينه مات من فتره. بس عامه على طول بتحط خطه علشان تضرب عصفورين بحجر واحد، وبتقوله ان في تاجر اسلحه اسمه شريف من 4 ايام اشترى مفاعل نووي روسي علشان يبيعه لجوست. الخطه بقى هي انهم يقضوا عليهم هما الاتنين مع بعض، فعلشان كده بتطلب منه يسافر على تركيا، وهناك هيقابل العميله الخاصه بيهم انيكا وهي هتساعده هناك. وكمان بتطلب منه ياخد ميتش معاه علشان يساعده يعني في المهمه لانه اصبح جاهز خلاص. المهم بيطلب ستان انه يقابل ميتش علشان يعرفه بالمهمه الجديده اللي هيعملوها سوا، فبيستغرب ميتش ان هم عاوزينه معاهم. بس عامه وقتها بيشغلوا الفيديو الخاص بكاترينا علشان يشوف اذا كان هيقدر يتحكم في نفسه ولا لا. فبيتعصب ميتش بسبب اللي ستان بيعمله وبيهجم عليه علشان يضربه، لكن وقتها بيعلمه ستان درس جديد علشان يعرف يدافع عن نفسه. وبعد كده بيتفق معاه على الميعاد اللي هيسافروا فيه. المهم على طول بيوصلوا وبيروح فيكتور معاهم وبيقابلوا انيكا، وعلى طول بيتحركوا كلهم مع بعض. في الوقت ده بيعرفهم ستان شوية معلومات كده عن شريف علشان ينفذوا الخطة بكل احترافية. شريف اللي في الوقت ده بيدخل على فندق معين كده علشان يقعد فيه، وبيشوف وقتها ميتش المساعد بتاعه وبيقدر يسرق منه التليفون. بيحاولوا بعد كده يتتبعوه علشان يوصلوا لأي حاجة من خلاله، لكن وقتها أنيكا بتبقى شايفة انهم ممكن يتكشفوا بسبب اللي ميتش عمله. بس ميتش بيبقى شايف انه هيوصل لحاجة من خلاله، وفعلا وقتها بيقدروا يوصلوا لجدول المواعيد بتاعة شريف. بيقول لهم ستان ساعتها ان المهمة بتاعتهم يقتلوا اطراف العمليه وياخدوا الحاجه اللي هم عاوزين يبيعوها، وبيرفض يكمل لهم اي تفاصيل تانية. على العموم بعد كده ميتش بيروح مع انيكا على مكان يقعدوا فيه علشان يراقبوا شريف، المكان اللي كان هيوصلوا علشان يعمل فيه المقابله. وقتها ستان بيكتف واحد من افراد الشرطه وبيطلب منه يبلغ ان في ارهابيين موجودين في مكان معين، فلما بيبلغ بيعمل له حركه كده علشان يفقدوا الوعي ومحدش يحس بيه. في نفس الوقت ده بيقوم ميتش وبيدخل المكان علشان يراقبه، بس لما فيكتور بيقرب بيتكشف وبيقتلوه، وجوست بيضرب عليه نار وبيهرب. وقتها بيحاول ميتش انه يحمي فيكتور لكن بيتصدم انه مات، فبيبلغ ستان وبيلغي المهمة على طول. لكن ميتش بيبقى حابب يعرف اي معلومة تانية يكملوا بيها المهمة، فعلشان كده بيخطف المساعد اللي بيعرفه انه ملوش علاقة باي حاجة، وكمان بيقول له المكان اللي الشريف موجود فيه. فبيحاول ميتش انه يطلع على المكان لكن الكلاب بتهجم عليه، فبيستخبى جوه العربية منهم. بس لما صوتهم بيعلى بيدخلهم هم جوه العربية وبيقفل عليهم. بيطلع بعد كده على الشقة اللي الشريف فيها وبيقتل رجالته كلهم وصاحبته كمان، وبعد كده بيدخل على الغرفة على شريف على طول اللي بيفضل يترجاه انه يسيبه وما يقتلوش. لكن وقتها ميتش بيتخيل شكل عدنان فيه وبيقتله، وبعد كده بيرجع لستان اللي كان متضايق جدا منه علشان عصى اوامره وقرر يتصرف من دماغه. لكن بيعرفه ميتش ان هو جاي معاه علشان المهمة وكان لازم تتم باي شكل، فبيتعصب ستان عليه اكتر لانه بعد كل ده مش شايف نفسه غلطان خالص، لحد ما بتوصل ايرين لانها عرفت بكل الفوضى اللي حصلت. وكان ساعتها ستان خلاص عاوز يوقف ميتش من الفريق بتاعه، لكن ايرين بترفض وبتديله امر انه يكمل لانها الرئيسه بتاعته. فعامه بيضطر ستان يوافق، لكن كان حزين جدا على موت فيكتور وكان عاوز يقتل جوست باي شكل لانه السبب في موته. لكن اللي ايرين بتفكر فيه حاليا انهم يلاقوا الفيزيائي علشان ما يقدرش وما يلحقش يصنع السلاح لجوست. بنعرف بقى وقتها ان في واحد اسمه روست وبهاروز هما اللي ساعدوا جوست على كل حاجه هو بيعملها، لكن جوست بيرفض ان بهاروز يدخل المكان اللي هيصنعوا فيه السلاح النووي. بنروح بقى لستان دلوقتي اللي بيحاول يعرف مين هو الفيزيائي اللي جوست هيتعامل معاه، بس حاليا بيتكلم مع ميتش بسبب اسلوبه العنيف في التعامل، وبيقول انه لو فضل كده حاطط الانتقام قدامه هيبقى انسان غير محترف. بعد كده بتوصل انيكا وبتعرفهم انها قدرت تخترق الجهاز الامني لتحويل الفلوس الخاص بشريف، وبيقدر ميتش بعد كده انه يتعرف على الفيزيائي اللي هيقوم بالمهمه، وبيروحوا هم على طول علشان يخطفوه قبل ما حد يوصل له. اول بقى ما بيوصل على الفندق بتدخل انيكا وميتش وراه وبيحجزوا الغرفه اللي جنبه على طول علشان يقدروا يراقبوه، وبعد كده بيوصلوا له كاميرا مراقبه اللي عنده من غير ما ياخد باله علشان يراقبوا كل التحركات بتاعته. المهم بالليل بتقعد انيكا مع ميتش وبتقول له انها حاسه بالوجع بتاعه
لان هي كمان فرقت حد عزيز عليها، بس بتطمنه يعني انه هيبقى احسن مع الوقت. في نفس اللحظة دي بيهجم مجموعة من رجالة جوست على غرفة الفيزيائي علشان يخطفوه، لكن ميتش وقتها بيضرب عليهم نار، لكنه بيسلم نفسه وقتها لانهم بيحاصروه وبيحطوا السلاح على رقبة انيكا. وقتها بيستغرب ميتش لما بيلاقي جوست بيسأل على ستان وكان عاوز يقتله هو كمان، وبيبقى ميتش مش فاهم هو يعرفه منين. عامة في نفس الوقت ده بيهجم عليهم ستان وبيقتل رجالة جوست كلهم، وساعتها ميتش وانيكا بيساعدوه هم كمان، لكن بيقدر جوست انه يهرب من الشباك. عامة بيخلصوا وقتها على كل رجالة جوست، وستان بيقدر انه يمسك الفيزيائي قبل ما يهرب لان من غيره مش هيقدروا ينفذوا السلاح. بيحاولوا بعد كده يعرفوا من الفيزيائي المكان اللي هيتصنع فيه السلاح، لكن الفيزيائي ما كانش عارف اي حاجة غير جوست وبس، وبيقول له ان لو هو ما راحش في غيره هيصنع السلاح. فبيحاول ميتش وقتها يعرف من ستان ازاي جوست قدر يتعرف عليه، بس ستان بيتهرب منه ومش بيرضى يقول حاجة. المهم لما بيدخلوا على الغرفة انيكا بتعالج له الجرح بتاعه وبتقول قدامه انهم هيقبضوا على جوست قريب. فبيستغرب ميتش اكتر لانهم ما اتكلموش قدام انيكا عن اسم جوست خالص، فلما بيدخل يسألها بتحاول انيكا هي كمان انها تتهرب منه وبتقول ان ستان هو اللي قالها عليه، لكن ميتش مش بيصدقها وبيتهمها بالخيانة وقال لها انها بتشتغل لحساب الايرانيين ضدهم وبيهددها بالقتل علشان تتكلم. المهم بعدها بيبلغ ستان وبيسلمها ليه علشان يحبسوها بتهمة الخيانة، وكانوا عاوزين يفتحوا التليفون بتاعها ويعرفوا من خلاله اللي كانت بترتب له. عامة بيقول وقتها ستان انه هيروح يعمل مقابلة مع ازاد، لكن هيبقى لقاء سري، وبيطلب من ميتش ما يتكلمش في اي حاجة خصوصا مع ايرين. بيروح فعلا ستان يقابل ازاد لانه بيبقى عارف انه بيشتغل لحسابه، فبيعرفوا ازاد ان انيكا تبقى بنت اخوه وبيطلب منه ياخد باله منها. بيحكي له بقى ان بهاروز وروست هم ورا كل اللي بيحصل، بس ما كانش قادر يحدد اي معلومة دقيقة عن اللي ممكن يعملوه. فجأة وقتها القناصة بتضرب نار على ازاد وبتقتله، وبيتصاب ستان في رجله علشان يعجزوه عن الحركة، وبعد كده بيخطفوه. بيوصل على طول الخبر لايرين وكانت متضايقة جدا بسبب تصرف ستان، خصوصا يعني المقابلة السرية اللي كانت مع ازاد، وبترفض انها تساعده لانهم ماشيين بقاعدة معينة وهي ان اللي يتخطف يقتل نفسه احسن. ولما ميتش وقتها بيحاول يعترض معاها الرأي بتقول ان هو مهمته خلصت خلاص لحد هنا، وبيبقوا هياخدوا انيكا وينقلوها من المكان اللي هي فيه، لكن بيشوفها ميتش وبيسرق التليفون بتاعها، وبعد كده بيخرج وراها علشان ينقذ ستان لان ايرين تخلت عنه. على طول بيوصل ميتش للمكان بتاعه وبيهجم على الحراس وبيضربهم، وبعد كده بيفك انيكا اللي بتستغرب انه بيساعدها، فبيعرفها ميتش انه محتاجها علشان ينقذوا ستان من اللي هو فيه وهي بتوافق. بنروح بقى لستان اللي بيبقى متكتف علشان جوست يعذبه براحته، وبنعرف وقتها ان جوست اسمه الحقيقي روني، وكان ضابط متدرب تحت ايد ستان، بس تم القبض عليه من قبل الاعداء، لكن ستان اتخلى عنه وسابه يتعذب، وكان عاوز يقتله كمان علشان يتخلص منه، وكل ده اساسا كان فاكره مات، لكن روني قدر انه ينقذ نفسه بس جسمه كله بقى مليان بالجروح. بنرجع دلوقتي لميتش اللي بيسرق عربية شخص في الشارع وبيركب فيها علشان يروح على المكان اللي انيكا بتحدده. روني بقى في الوقت ده كان عاوز يعرف مكان ميتش وباقي الفريق الخاص بستان، لكن ستان بيرفض يقول له، فروني بيضطر يعذبه بطريقة عنيفة جدا ووحشية علشان يتكلم، لكن وقتها بيحاول ستان انه يتماسك ويبين لروني انه كويس ومش حاسس باي حاجة. عامة بيفضل روني يضغط على ستان علشان يتكلم، وده لان عنده فضول يشوف ميتش، بس لما ستان في النهاية بيرفض كالعادة بيضطر بقى انه يكهربه علشان يخاف ويعترف. في نفس الوقت ده بيعرف ميتش ان ازاد كان عند انيكا وبتحكي له اللي كان بينهم، وبتفضل توجهه على المكان اللي الجهاز بتاعها بيقول لها عليه. في الناحية التانية بيربط روني ايد ستان في الحديد علشان يكمل تعذيب فيه، وبيبقى كل اللي بيعمله ده انتقام من ستان على اللي حصل فيه قبل كده. اما بالنسبة لايرين فبتعرف باختفاء ميتش، وبتعرف كمان انه سرق تليفون انيكا وهربها، بس كانت هتتجنن وتعرف هما راحوا فين. المهم بنرجع لروني اللي بيقرب من ستان علشان يقول له على مكان ميتش، لكن ستان وقتها بيقطع له ودنه ومش بيبقى فارق معاه اي حاجه. ساعتها بيتعصب روني جدا بسبب اللي بيعمله ده، وبيقول لبهاروز ان ستان بيضحك عليهم وكان شاكك انه بيصنع السلاح علشان يخلص على كل اللي موجودين علشان يبقى السلاح ليه لوحده. في نفس الوقت ده بيوصل ميتش وانيكا على المكان اللي هم فيه، وكمان بيقدروا يحددوا المخبأ الخاص بيهم، فبيحاولوا وقتها انهم يمروا من البوابه، لكن انيكا بس اللي بتعرف تعدي، فبيطلب منها تروح تنقذه
هينقذه وهو هيستنى هنا. في الوقت ده بيبقى روني بيتكلم مع ستان وبيقوله ان هو لما يموت هيموت في البحر، لكن هو هيموت دلوقتي علشان ينتقم منه على كل اللي عمله. وبيفعل وقتها روني السلاح علشان بعد وقت معين ينفجر ويدمر كل حاجة. في نفس الوقت اللي بتلاقي أنيكا فيه بهاروز لسه عايش وبيطلب منها تساعده، لكن بتفتكر انه قتل أزاد فبتصرخ وبعد كده بتخلص عليه. فبيفكر وقتها ميتش انه حصل لها حاجة وبيركب العربية بسرعة وبيخبط البوابة الحديد وبيكسرها، وبيخلي بعدها العربية تنفجر في المكان علشان تدمر رجالة روني. أول ما بيحصل الانفجار ده الخبر بيوصل لإيرين وبتتحرك على هناك بسرعة، في الوقت اللي بيدخل فيه ميتش لستان وبيقتل كل رجالة روني اللي موجودين في المكان، وبعد كده بيفكوا قيوده. ستان ساعتها بيطلب منه يروح ورا روني لأن القنبلة معاه، ولو الوقت انتهى هتتدمر البلد بالكامل. فبيجري ميتش بسرعة وبيلاقي وقتها روني ماسك أنيكا وبيهدده بيها علشان يسيب السلاح، بس لأن أنيكا عاوزة المهمة تكمل بتمسك إيد روني وبتخليه يقتلها وبتقع على الأرض وبتموت. ساعتها بيجري روني بسرعة، لكن ميتش بيطلع يجري وراه وبيركب معاه المركب، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض بشكل عنيف جدا، وبيبان وقتها ان الاتنين مهارتهم في القتال واحد تقريبا. لكن مع الموج بتاع البحر بيفضلوا يتخبطوا في المركب كل شوية لحد ما بيطلع روني السكينة علشان يموت ميتش بنفس الطريقة اللي ستان علمها له زمان. في نفس الوقت اللي ستان بيركب فيه الهليكوبتر وبيتصل على إيرين بيعرفها بكل اللي بيحصل، وساعتها بيعرف منها ان روني متجه على الأسطول السادس علشان يدمره ولازم يتصرفوا بسرعة. اما ميتش في الوقت ده بيقدر يقلب الموضوع لصالحه لانه قدر يتمكن من روني وخلص عليه، وبعد كده كان بيحاول يبعد المركب بأي طريقة علشان كانت خلاص هتنفجر. لكن ستان بيتواصل معاه وبيطلب منه يرمي القنبلة في المية، لكن ميتش برضه بيرفض. فبيقول له ستان انه لازم يسمع كلامه ولو لمرة واحدة بس، فبينفذ وقتها ميتش الامر وبيرمي القنبلة، وبعد كده ستان بيحدف له حبل علشان ياخده معاه في الطيارة، وده لان الدنيا كلها هتنفجر دلوقتي والوضع هيبقى خطر عليه. بعد كده بيطلب ستان من اسطول السفن انه ياخد الحذر بتاعهم لان القنبلة هتنفجر والبحر هيواجه عاصفة شديدة جدا، وفعلا خلال وقت قليل بتنفجر القنبلة وبتحول البحر لعاصفة قوية كانت بتدمر اي حاجة بتخبط فيها. ساعتها القبطان والفريق بتاعه كانوا بيحاولوا انهم يتماسكوا بقدر الامكان، لكن وقتها بسبب الانفجار المراكب والسفن كلها بتتكسر، بس دفعة المية بتدخل مية كتير على السفن من جوه. بس عامة كل اللي كانوا على السفينة كانوا بخير ما عدا بس الطيارة بتاعت ستان اللي كانت هتقع من شدة الانفجار. فبيحاول وقتها الطيار انه يستعد لأي حاجة هيمروا بيها وبيطلب منهم يتماسكوا، بس على آخر لحظة بيقدر ينقذ الوضع. والكل في النهاية بيفرح ان الخسائر في الموضوع ده بسيطة، وكمان بتطمن إيرين ان ميتش كويس وبتقوله ان هو انقذ ارواح كتير جدا النهاردة وبتشكره. المهم بعد كام يوم بيبقى ميتش في دبي بيعوم، وبعد كده بيشوف صورته مع كاترينا، بس كان متضايق وحزين جدا انها مش معاه. وفي الوقت ده بتروح إيرين علشان تزور ستان في المستشفى، وبيعرفوا ساعتها ان روست بيخلي مسؤوليته عن اي حاجة حصلت ومرشح انه يكون رئيس. بس عامة وقتها إيرين كانت عاوزة توصل لميتش لكن ما كانتش عارفة. في نفس الوقت اللي ميتش عرف باللي روست قاله انه هيكون الرئيس قريب، واللي بعد شوية لما بيدخل الاسانسير بيلاقي ميتش موجود فيه. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.